هعمل النهارده معاكم احلى اكلتين انا بحبهم قوي، وبالتالي برضو في ناس كتيره بتحبهم. هبتدي الاول معاكم بالكوارع، بغسلها كويس قوي مره واتنين وتلاته، وعندي ميه مغليه بنزل كاني بسلق فراخ او لحمه، بصل وطماطم ورق لورا فلفل اسمر، بنزل بكل البهارات بتاعتي بتاعه الشوربه، وبحط الكوارع. بتقعد في حاله الضغط من ساعه لساعه وربع. ابتدي بعد كده خلطه المحشي، دي مفيش اسهل منها. تلات اربع بصلات مفرومين في الكبه، عندي الخضره بتاعتي شبت وكزبره بس، حوالي كوبايه كيلو الا ربع من الطماطم عاملاها في الكبه برضو، كيلو ونص من الرز، هنا نص كوبايه من الزيت. وابتدي بقى في البهارات بتاعه المحشي بتاعتي، عباره عن ايه؟ كمون، كزبره، ماجي، بهارات بيضه، بابريكا، توم باودر، بصل باودر، حبه قرفه صغيرين لو حبيتوا، حبه شطه برضو صغيرين. بالنسبه للبهارات معلقه صغيره من كل حاجه، تمام، ومعلقه كبيره من الملح. بنزل بقى كده عليها. حابين تحطوا بهارات محشي ممكن تحطوا، بس هي كده مش محتاجه اي حاجه خالص. بقلب بقى الخلطه الحلوه دي. حابين تحطوا معلقتين من الصلصه، المعلبات بتديها لون حلو قوي، براحتكم. بقلب بقى الخلطه كده، وبجيب عندي الممبار بعد ما غسلته كويس. ببتدي كده زي ما انتم شايفين احشيه بكل سهولة. طبعا زي ما احنا عارفين الممبار مش بنملاه، بنخليه لغاية نصه كده، بنسيبيه فيه فراغات عشان خاطر لما يستوي اول حاجة طبعا ما يفرقعش مننا، والرز كمان ما يبقاش معجن، بيبقى مفلفل طالع معانا مظبوط. فاهم حاجة في الممبار ان احنا مش بنملى، بنخليه نص كده، يعني بنخليها مفرغة. كل واحدة كده بنخليها الرز فيها بسيط زي ما هتشوفوا دلوقتي كده. بصوا بحشيها بأسهل طريقة. بصوا الرز فيها مش كتير عشان لما تستوي تطلع الواحدة كده المنبورية كده مظبوطة. بخلص الكمية بتاعتي على الوضع ده كده كله. وهنا عندي الكوارع بعد ما قعدت حوالي ساعة وربع حلة الضغط. بصوا ما شاء الله طالعة مهرية تحفة، والشوربة بتاعتها روعة. بصوا الكوارع عاملة ازاي، اللهم بارك. بشيل بقى عندي هنا الكوارع كده كلها. بصوا الشوربة عاملة ازاي. بنشيل بقى هنا عندي الكوارع كلها، بحطها في مصفى كده لغايه ما تبرد خالص. بعد كده بجيب عندي طاسه، بنزل فيها بحوالي معلقتين كبار من الزبده او السمنه، ومعلقتين كبار من الزيت، حوالي راس ونص من الثوم المفروم، كزبره ناشفه، وبقلبهم مع بعض واحطها كده على عين تانية. واجيب طاسه تانية كده فيها برضو حوالي 3 4 معالق من الزيت، وبنزل فيها براس توم مفرومه وفلفل احمر برضو متقطع صغير كده، وبنزل عليهم برضو بحبة من الكزبرة، وبقلبهم كده مع بعض يتشوحوا شوية. بنزل برضو عليهم بحبة كده من الخل، حوالي ربع كوباية من الخل، وبقلبهم مع بعض. طبعا هعمل ايه دلوقتي؟ هعمل الصلصة بتاعتنا، صلصة الفتة. بقلبهم مع بعض كويس، واسيبهم كده لمدة ايه دقيقتين تلاتة كده مع بعض. هنا عندي التومة الأولانية، باخد نص الكمية بتاعتي واركنها كده في طبق، وبكون محضرة العيش المصري بتاعنا متقطع مكعبات صغيرة كده زي ما انتوا شايفين، وبقلبه لمدة 10 دقايق لغاية ما ياخد لون ويتقرمش كده معانا. وده عندي هنا الطاسة التانية، بنزل فيها بربع كوباية من الخل، وبقلبها كويس كده. وبعد كده بنزل بمعلقتين كبار من الصلصة المعلبات، وحوالي كيلو الا ربع من الطماطم. اهم حاجة في الفتة نعمل الصلصة صح، ونبهرها كده بهارات خفيفة، توم باودر حوالي نص معلقة صغيرة، كمون، كزبرة، فلفل أسمر، بهارات بيضة، حبة ملح صغيرين. بقلبهم كده مع بعض، واسيبهم كده على النار لمدة حوالي كده ساعة الا ربع لغاية ما تتقل معايا وتتسبك معايا. الصلصة طبعا مش هخليها لغاية ما تتقل قوي، يعني ما تبقاش سميكة قوي، تبقى فيها ايه حبة مية برضو كده. هنا عندي التوم اللي انا نشلته كده على جنب، حوالي نص الكمية اللي كنت راكناها على جنب. بنزل بقى بالكوارع بعد ما بردت شوية، نزلت فيها كده بالثوم وبشوحها مع كبشة أو كبشتين كده من الصلصة.
واسيبها كده شويه لمده 5 أو 6 دقايق. وادي الممبار بعد ما اتسلق حمرته، بصوا ما شاء الله روعه. مفيش اسهل ولا اطعم من كده. الرز مفلفل وطعم الخلطه تحفه. بصوا ما شاء الله عامل ازاي، كان لسه سخن. بصوا تحفه. وبحضر برضو هنا عندي الطبق بتاع الفته، وبنزل بقى الاول كده بالرز المصري بتاعنا عادي. وادي العيش سبته لغايه ما اتحمص خالص وقرمش كده. العيش بيتاكل كده لوحده حكايه. الطشه بتاعت التوم والخل مخليه طعم العيش روعه. جربوها بالطريقه دي، هتخلي بصوا الفته اصلا بالطريقه دي طعمها فعلا مميز غير الفته بتاعتنا القديمه. برص بقى كده العيش، وبجيب عندي حبه كده من الصلصه كانت لسه بتتسبك على النار. بنزل كده بشويه على العيش وشويه على الرز، وسبت الكوارع كده من 5 ل7 دقايق في قلب الصلصة اللي نزلت بيها عليها بتاعت الفتة. وبنزل بقى كده، طبعا شكل الطبق زي ما تحبوا تقدموه قدموه، انا بديكم بس فكرة بسيطة خالص. برش كده حبة صلصة على الرز، وبنزل برضو بحبة تاني كده من الرز زي ما انتوا شايفين كده. وبكون محضرة بقى الكوارع، سبتها على النار زي ما قلت لكم من 5 ل7 دقايق، بتاخد لون كده من الصلصة. عايزة اقول لكم روعة. في ناس طبعا بتحب تاكلها مسلوقة وتعملها بطشة كده من غير صلصة. طبعا الاكل اذواق، بس معلقة الصلصة اتحطت عليها دي بتفرق في طعمها وشكلها ما شاء الله. بصوا كده، بصوا المنظر روعة. الكوارع هنا مهرية، شكل الطبق تحفة. بصوا ادي الطبق كده بعد ما خلصته. عايزه اقول لكم دي احلى واطعم طريقه انا عملت بيها فتة الكوارع. لو الوصفه بقى عجبتكم، اتمنى بقى تدعموني بلايك وشير وكومنت حلو منكم واشتراك في القناه. اشوفكم على خير، سلام.